إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موضوع جديد من عادات ومناسبات لا تنسى. وموضوع اليوم يتحدث عن طقوس الحمام المغربي في فترة السبعينات. فماذا نقصد بالحمام المغربي وطقوسه وأهم مميزاته؟ ملي كنتحطوا على الحمام المغربي كيتبادر للذهن ديالنا استحمام أو غسل، ولكن اللي كنتحطوا عليه اليوم هو الحمام المغربي التقليدي وطقوسه، أو الحمام البلدي اللي بقوامه، اللي كنمشيو ليه باللوازم والأدوات ديالو، بالكيس والصابون البلدي والغاسول والحنة والزعفران وبالترتيبات والأجواء الغير العادية اللي كتكون فيه. فنحن هنا لسنا في الحمامات العصرية أو دوش كنستحموا فيه بالصابون والشامبو وكنخرجوا بسرعة ونحن مهرولين. لا 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 لا، هادشي اللي غنكتشفوه دابا شوية. الحمام المغربي كان موجود في كل حي من أحياء المغرب الشعبية، وخصوصا فترة السبعينات، بحيث كان من الضروريات والأساسيات الحياتية في ذلك الوقت. غادي نتعرفوا على هذا الرمز والتراث الحضاري اللي لعب دور بارز في الحياة الاجتماعية، وعلى طقوس الحمام المغربي اللي كانت مختلفة تماما، لا من حيث المدة اللي كان يقضيها الشخص فيه، ولا من حيث الكيفية والطريقة اللي تتم في عملية الاستحمام، ولا من حيث الأعراف والعلاقات الاجتماعية وروح التعاون اللي كانت كتسود بين المغاربة، وخصوصا في فترة السبعينات من القرن 21. خليونا نكتشفوا هذا الحمام وكيفية تكوينه، وما هي الطقوس والتقاليد اللي كانت كتقام فيه. فغادي نعطيو واحد الوصف مصغر على الحمام المغربي التقليدي عن شكله، كيفية البناء ديالو. وهو مكان يستحم فيه، وهو مبني بطريقة تقليدية أصيلة متقنة، متفنن فيه بإبداع باحترافية، حيث كتكسو الجدران ديالو الزليج اللي كيعطيه طابع جميل ورائع. أما السقف ديالو فهو جد عالي. نهضروا على الأقسام. غالبا الحمام المغربي كينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول يطلق عليه السخون، ويكون بالفعل ذو درجة حرارية مرتفعة بعض الشيء، وهذا المكان كان كيتخصص للاسترخاء والتقشير، أو ما يصطلح عليه بالحكان. القسم الثاني معتدل لغسل وتنظيف كامل الجسم وغسل الشعر. القسم الثالث وهو البارد، وهو مخصص للنهاية من أجل الصابون والختم، أو ما نسميه بالتشلال. وكيكون غالبا في كل من هذه الأقسام صنابير للماء الساخن، روبينيات، وأخرى للماء البارد. وللتذكير، فقد كان ما يطلق عليه بالبرمة كانت موجودة أيضا في القسم الثاني، وهي عبارة عن جفنة كبيرة مبنية بها صنوبران، واحد للساخن والآخر للبارد، بحيث كانت تملأ بالماء البارد الممزوج بالساخن، ويتم سحب الماء منها للغسل. طقوس الحمام المغربي. فكيفاش كان الحمام في ذاك الوقت، وكيف كانت تزاول الطقوس فيه؟ كان من عادة المغاربة وطقوسهم الذهاب إلى الحمام مرة أو مرتين في الأسبوع، وكانوا كيمشيو صحبة الأبناء ديالهم وأفراد الأسرة ديالهم. وكان خص هنا النساء، حيث كانوا كيمشيو مجتمعات، وقد أعددنا كل مستلزمات العناية بالجسم والشعر، من غسول وحناء وصابون بلدي معطرين ومحضرين من قبل بطريقة تقليدية بالمواد الأعشاب المنظفة والمزينة والمعالجة للشعر والبشرة. كانت العائلة الصغيرة والكبيرة، حتى الجيران، كانوا كيمشيو مجتمعين وبأطفالهم وهم فرحانين ومتحمسين. أما الكبار في السن فكانت لهم أولوية كبرى، حيث كانوا كيتسابقوا لنيل شرف الاعتناء بهم في الحمام. كانوا الأطفال
ومن منا ما كيتذكرش كيفاش كانت طفولتنا. في الطفولة هذه كانت كتصطحبنا الجارة ديالنا أو قريبتنا للحمام نيابة عن أمهاتنا، و- وكتقوم بالواجب ديالها على أحسن وجه. حتى الصغار كانوا كيتدربوا في ذاك الوقت على الاعتماد على أنفسهم، وكانوا كيمشيو بوحدهم برفقة ديال الأطفال بحالهم، كيمشيو لأقرب حمام في الحومة. بالنسبة لطريقة الاستحمام، غنركز هنا في حديثي على النساء وطريقة الغسل ديالهم. فقد كان أول شيء كيقوموا به هو الحكان، ونعني به عملية التقشير أو ما يصطلح عليه بالفرنسية غوماج، حيث كانوا تيقوموا بوضع الصابون البلدي المنسم بالأعشاب، كيدهنوا الجسم ديالهم بيه، ومن بعد كيشطبوه بالماء، يعني كيخوي عليهم الماء. وقبل ذلك لابد من الجلوس في بيت سخون، ويكون في درجة سخونة مرتفعة بعض الشيء، وهذا كان تساعد على إزالة الأوساخ والخلايا الزائدة من الجسم بسهولة. في نفس الوقت كان كيساعد على الاسترخاء. ولا ننسى الحناء المحضرة مسبقا اللي كانت توضع على الجسم وكتبقى مدة زمنية ثم كتزول. كتأتي بعد ذلك مرحلة غسل الشعر اللي كيكون قد تمت معالجته مسبقا بمواد تقليدية معالجة للشعر، كتكون من الأعشاب، نذكر منها الحناء، العزاز، الزعفران البلدي، الورد، البابونج وإلى غير ذلك. ثم يضاف إليه في الحمام الغسول المجهز كذلك والمحضر على الأصول والطريقة التقليدية المغربية. يبقى هو الآخر في الشعر مدة زمنية ثم يزال. بالمناسبة الشامبو كان غير أساسي، فالغسول الطبيعي كان من أحسن المنظفات أو أحسن معالج للشعر. في النهاية كيتم الغسل النهائي للخروج بالماء والصابون. والحمام كيشرف عليه موظفين، فشكون هاد الموظفون وما علاقتهم بالناس؟ بالنسبة للموظفين في الحمام أو ما يطلق عليهم بالطياب أو الطيابة، فقد كانوا كيتكونوا غالبا من طياب أو طيابة، وهذا مهمته خدمة المستحمين. وإن أراد بعضهم إن أراد بعضهم أن يشرف على عملية الحكان، غالبا ما كيقوم به للأطفال والمسنين، وقلما كان يقع هذا، فكما قلنا كان الناس كيفضلوا القيام بهذه الأشياء بأنفسهم. هاد الموظفون كانت لهم أعمال أخرى كتنظيف الحمام، التحكم في الوضع بحيث كيتدخلوا في حل بعض المشاكل كبعض الخلافات أو النزاعات بين الناس، إضافة إلى إصلاح بعض الأعطاب المادية مثلا. وكان هناك مشرف على الحمام ويكون في الخارج وهو مكلف بالصندوق ديال الأداء، إضافة إلى تجارة كانوا يزاولها كبيع الأكياس والصابون وغير ذلك، خصوصا النساء حيث كانوا كيبيعوه حتى مواد تجميل كالمسواك والحنة وغير ذلك والكحول وغير ذلك. وكان هناك عادة جميلة كيشتركوا فيها بيناتهم، وهي الغذاء أو ما يسمى بالجميلة، حيث كانوا كيتقاسموا هاد الوجبة بيناتهم ويعدونها ثم يجلسون مع بعضهم للأكل. وحتى إعداد الشاي والقهوة كانت تقام بينهم. هذا هو الكوتي ديالهم اللي كان كيدار مع مسيمنات ومع الشفنج اللي كانوا كيجيبوه من عند الشفناج اللي تيكون عندهم في الحومة. وهاد الجلسة ديالهم كانت ما كتخلوش بعض الأحيان من الأحاديث والضحك وحتى الأغاني اللي كانوا كيشاركوا معاهم فيها حتى العيالات اللي كانوا تيكونوا تما في الحمام. ملي كيسالي المستحم كيخرج وهو قد حيد عليه كاع التعب والإرهاق اللي كان فيه، ونظف حالته وخرج وهو في غاية الاسترخاء، وكيمشي لدارو باش يكمل الاسترخاء ديالو
وياخد لي واحد الكاس ديال الشاي المنعنع، وهو غادي في طريقه في الحومة والناس كيباركوا ليه مبروك التحمحيمة، وكيرد عليهم الله يبارك فيكم. وكان داكشي كيدوز على حقه طريقه. الحمام المغربي والطقوس ديالو كتيرة الحديث عليها، ما كتساليش لانها كتيرة طقوس كانت زوينة، كانوا الناس كيستمتعوا بها. ولكن اليوم قلات هاد الطقوس وتغير بزاف ديال الحوايج. بالمختصر، فقد كان هؤلاء الناس متعاونون مع بعضهم ومتآلفون كعائلة واحدة. أما الحمام اليوم فقد طرأت عليه تغييرات كثيرة، سواء على الحمام أو على عادات الناس. فأغلب الحمامات اختفت منهم البرمة، أزيلت، وتم الاقتصار فقط على الصنابير. كما أنه لم يعد ذلك التعاون والتكافل الاجتماعي الذي كان سائدا، وأصبح كل فرد يذهب إلى الحمام في دقائق ويعود مسرعا.